عايزة تعرفي سر بنيه الشركات المقرمش اللي ولادك بيطلبوه بالاسم؟ النهارده هقولك ازاي تعملي اكتر من 20 قطعة بانيه بمكونات اقتصادية جدا من غير تعقيد. هنعرف مع بعض سر القوام المتماسك والتتبيلة الأصلية اللي بتخلي طعمه أحلى من الجاهز بكتير. تابعوا الفيديو للآخر وما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس وتكتبوا لنا تعليق حلو كده زيكم. يلا بينا نشوف الطريقة الأصلية والصحيحة اللي هتخليه بلون ذهبي وما يشربش معاكي نهائيا اي زيت. يلا بينا نبدا الوصفه مع بعض. جبت نص كيلو صدور فراخ، تقدري تعمليها بصدر واحد او بصدرين زي ما انت عاوزه. احنا معانا دلوقتي نص كيلو. انا جبته من عند الفرارجي وخليته كده قطعهولي بالطريقه دي. مسكتها غسلتها بقى ونشفتها، وبعد كده ابتديت ان انا اعملها مكعبات بالطريقه دي. ودي خطوة مهمة جدا انك تعمليها بالطريقة دي مكعبات، عشان لو لقيتي فيها حتة جلدة، لو لقيتي فيها حتة عظمة، تبدأي تشيلي كل دوت عشان تطلعيه كده صحي وتعملي حاجة جميلة وخطيرة لولادك في البيت، وما تشتريش اي حاجة من بره خالص. كل حاجة تقدري تعمليها، احنا نقدر نعمل اي حاجة في البيت بطريقة نظيفة وبطريقة كده سهلة. طيب بقى كده بالطريقة دي زي ما شفتوه. وبعد كده بقى بعد ما قطعناه بالطريقه دي، يلا بينا دلوقتي هنفرمه في الكبه الاول من غير اي اضافات خالص. تمسكيه كده تفرميه كويس جدا لما تنعميه معاكي خالص. يلا بينا دلوقتي نفرمه بالطريقه دي. شايفين يا جماعه؟ بيتفرم بمنتهى السهوله. ليه؟ عشان ما فيهوش اي لا عظم ولا جلد ولا اي حاجه خالص. ودي خطوه مهمه. شوفي بقى بره لما بتشتري الحاجات ديت من اي مكان مش مضمون، ممكن يحط لك فيه ايه؟ يحط لك فيه جلد اي حاجه. يلا بينا دلوقتي ننزل بالتوابل. معايا ربع معلقة صغيرة فلفل اسود، ومعايا ربع معلقة صغيرة جنزبيل بودر، ومعايا معلقة كبيرة مرق الدجاج، ومعايا ربع معلقة توم بودر. ننزل بالمكونات دي، مكونات بسيطة جدا عشان الطعم يفضل معاكي مميز وطعمه في منتهى الروعة. بعد ما نزلنا بالتوابل، معانا دلوقتي معلقة لبن بودر، وهتديكي طعم في منتهى الجمال وحاجة جميلة جدا وتماسك حلو. معانا دلوقتي معلقة صغيرة بيكنج باودر، هننزل بيها. ودي مهمة جدا، هيديكي كده نفخة كده للقطعة، وهيديها كده قوام في منتهى الجمال. نفرم بقى كل المكونات دي مع بعض. ريحتها يا جماعة خطيرة وفي منتهى الجمال. معايا دلوقتي السر بقى اللي بتشتريه من بره، اللي بيديه قوام وطعم اللي بره. معانا دلوقتي كوبايه فيجيتار باودر، انت بتشتريه من عند العطار سايب، احسن بكتير جدا من المعلب يا جماعه. هننزل بالفيجيتار دوت وفيه الملح وفيه كل المكونات. هنبدا بقى نخلط كل المكونات دي مع بعض بالطريقه دي، هيديكي قوام في منتهى الروعه. طبعا لو لقيتي الكبه تقيله معاكي، جنبنا دلوقتي ربع كوبايه ميه هننزل بيها دلوقتي، هتنعم معانا العجينه وتخليها في منتهى الجمال. انزلي كده بربع كوبايه ميه بالتدريج، لو احتاجت تاني اديها، مفيش اي مشكله خالص، عشان الكبه تلف معاكي ويديكي القوام المطلوب بالطريقه اللي احنا هنشوفها مع بعض دي. كل ما هتفرمي شايفين نازله بتتفرم معانا في منتهى الجمال ازاي؟ شايفين؟ جميله وخطيره وحاجه جميله وبتلزقش في الايد، جميله وفي منتهى الجمال. يلا بينا دلوقتي نشكلها مع بعض بالطريقه دي. هتاخدي قطعه كده اهوت، وجنبك طبق فيه شويه زيت، بتبلي ايديكي زيت او بتبلي الجواندي اللي انت لابساه بالزيت، وتبداي تشكلي بالطريقه دي. عاوزه تعمليها حجم كبير حجم صغير، الحجم ده بتاعك انت. سويه كده واعمليه شكل البانيه بالطريقه دي. تنعميها كده وانت ايديكي متعصه بالزيت بالطريقه دي. بس حاولي ما تطحنيهاش عشان لما تيجي تحمريها تبقى مستويه من جوه. شايفين يا جماعه العجينه معانا عامله ازاي؟ في منتهى الجمال. هتطلعي دلوقتي احلى بانيه شركات، اطعم واحلى بكتير جدا تشتريه من بره اطياب وغيره وغيره. لا، دي حاجه مميزه وجميله في منتهى الجمال. شايفين يا جماعه؟ تنعمي كده اهوت وتسويها كده من الجوانب، وتعملي لها بوزه صغيره، وزي ما اتفقنا ما تطحنيهاش بالطريقه دي. شايفين شكلها عامل ازاي؟ بلي ايدك كده بالزيت وابداي شكلي، سهله جدا والله، ما محتاجه حتى نبل ايدينا زيت. طالعه ناعمه وخطيره وفي منتهى الجمال. شايفين؟ انت بتعمليه زي الصباع كده الكفته، وبعدين تبداي تبططيه بالطريقه دي وتسويه من الجوانب وتنعميه من فوق، وتعملي البوزه كده بتاعت شكل البانيه بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي. هتطلعي كميه كبيره وفي منتهى الجمال، واكلي ولادك حاجه عاملاها في بيتك. ما تشتريش اي حاجه من بره يا جماعه، اعملي كل حاجه في البيت. هخلص بقى الكميه كلها وارجع لكم تاني. ودي الكميه كلها بعد ما خلصتها، شايفين عملنا كميه كبيره ازاي؟ بس شطارتك بقى بين كل طبقه والتانيه تحطي كده ايه كيس تلاجة، وتفتحيه وتحطيه بين الطبقات بالطريقه دي. طبعا انا عاملاها كميه كبيره، تقدري تصغري اكتر من كده وتقدري تكبري زي ما انت عاوزه.
يلا بينا دلوقتي هدخلها الفريزر نص ساعه وارجع لكم تاني. وده البانيه بعد ما سيبناه نص ساعه وطلعناه. معانا طبق دلوقتي فيه ميه، هنزل عليها دلوقتي بربع معلقه ملح ورشه فلفل اسود ونص معلقه بابريكا صغيره. ونبتدي بقى نقلب بقى المكونات دي مع بعض، عشان طبعا لازم نحيق كده ونخلي الميه طعمها حلو. معانا دلوقتي كورن فليكس بتجيبيه من عند العطار، انا جبته واديته طحنه بسيطه كده. يلا دلوقتي هناخد قطعه البانيه، هننزل في الميه واحده واحده تغلفيها كده بالطريقه دي بالكريسبي دي او بكورن فليكس بالطريقه دي. ما تضغطيش جامد، تضغطي ضغطه بسيطه خالص وتبداي كده تنزليه في الميه تاني، ايد مبلوله بالميه والايد التانيه ناشفه تحطي كورن فليكس عليها بالطريقه دي. تقدري تعمليها طبقتين ثلاثه زي ما انت عاوزه، يديكي حجم اكبر شويه للقطعه. شايفين يا جماعه حجمها دلوقتي لما حطيتها مرتين كبر معانا بالطريقه دي ازاي؟ كبرت معانا كده ونفخت بالطريقه دي، ولسه كمان لما نقليها هتنفخ اكتر. واحده واحده كده بايديكي وانت قاعده. شايفين شكله عامل ازاي؟ متماسك وفي منتهى الروعه. امشي على الخطوات هتطلعيه احلى بكتير جدا من ما تشتريه من بره. تنزلي بقى كده في الميه وهتبداي تحطي الطبقه التانيه، هيديكي سماكه في منتهى الجمال. وطعمه يا جماعه خطير، وريحته هو ني حتى لسه ما استواش، ريحته وطعمه في منتهى الجمال. مش اما تسويه بقى هيديكي طعم روعه. ابدأي كده بالطريقه دي. شايفين ماسك فيها الكريسبي ازاي؟ عشان عصناها في الميه، بليناها في الميه وحطيناها في الكريسبي كده او في كورن فليكس. بتجيبيه لون اصفر كده بتلاقيه عند العطار، بتجيبيه يا جماعه في منه ناعم وفي منه خشن بالطريقه دي. شايفين شكله عامل ازاي؟ انزلي بقى تاني كده في الميه وابدأي حطي طبقه تانيه، تديكي طبقه كده ايه، تملى العين كده في منتهى الروعه. واحده واحده كده وانت قاعده، وشكلي كل المكونات كلها بالطريقه دي. جميله وفي منتهى الجمال، والقطعه كده تحسي انها ربع كيلو لوحدها، في منتهى الجمال يا جماعه. يلا نحط كده في الكورن فليكس بالطريقه دي. ولادك هيحبوه جدا، مش يطلبوه من بره تاني. بيشتغلوا دايما بيجيبوا الحاجات دي من بره، لا اعمليه في البيت. هتحطيه كده هتفرزيه في اطباق في الفريزر، وقت ما تعوزيه هتطلعيه. بس بالطريقه اللي احنا عاملينها دي هتفرزيه بالطريقه دي، ما تسويهوش وتحطيه في الفريزر. انت هتحفظيه كده، وبين كل طبقه والتانيه هتحطي كيس التلاجة زي ما اتفقنا. يقعد معاك ان شاء الله شهر في الفريزر، تطلعيه في اي وقت. يعني تقدري تجيبي كيلو 2 كيلو وتشكليهم وتعمليهم اطباق، وتعملي لاولادك زي ما انت عاوزه، شويه بطاطس جنبهم شويه سلطه، وتشكلي بالطريقه دي. يلا بقى اخلص الكميه وارجع لكم تاني. شايفين بسم الله ما شاء الله من نص كيلو عملنا كميه قد ايه، والقطعه منفوخه قد ايه. يلا بينا دلوقتي رصيهم كده بالطريقه دي، وبين كل طبقه والتانيه تحطي كيس ثلاجه تفتحيه وتحطيه بالطريقه دي. يلا بينا ندخلها الفريزر نص ساعه ونبتدي مع بعض نقليه. دلوقتي جبنا طاسه وحطينا فيها زيت غزير على نار عاليه لحد ما سخن معانا، ونبتدي كده نرص قطعه قطعه بالطريقه دي. لازم الزيت يكون مغطيه القطعه بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي. واحده واحده كده، وما تحطيش مره واحده قطع البانيه عشان الزيت ما يهداش معاكي بالطريقه دي. شايفين يا جماعه الزيت بيغلي معانا ازاي؟ ودي خطوه مهمه عشان ما يفكش معاكي في الزيت، لازم الزيت يكون سخن معاكي بالطريقه دي. انزلي بقى كده واحده واحده كده اهوت، ما تستعجليش، بالراحه واحده واحده. هتطلعيه في منتهى الجمال، وهيطلع مقرمش معاكي وخطير، وهتقدميه لاولادك هيشكروك عليه. بس اهم حاجه ما تقلبيش خالص. دلوقتي هتلاقي كل قطعه اتنفخت كده وطلعت معاكي كده على الوش بالطريقه دي. شايفين؟ تبداي بقى دلوقتي تقلبيه، لونه وطعمه في منتهى الروعه. شايفين شكله عامل ازاي يا جماعه؟ ولا فك معانا، ولا الحبيبات بتاع الكورن فليكس فكت، وحاجه جميله في منتهى الروعه. يلا كده دلوقتي نطلعه مع بعض على ورق مناديل جنبنا او على طبق بالطريقه دي. شايفين يا جماعه شكله عامل ازاي؟ بسم الله ما شاء الله، طالع في منتهى الجمال، والقطعه كده انتفخت، وحاجه في منتهى الجمال. اهي تطلعي بالطريقه دي واحده واحده كده على ايدك، خلي بالك من الزيت. وهنبتدي دلوقتي ايه مع بعض، نرص بقيه قطع البانيه بالطريقه دي، وتعمليه بنفس الخطوات اللي فاتت يا جماعه. الزيت لازم يبقى معاكي سخن. هخلص بقى بقيه الكميه وهرجع لكم تاني نشوف الجمال والعظمه دي مع بعض. شايفين بسم الله ما شاء الله من نص كيلو بانيه عملنا كميه قد ايه يا جماعه؟ تكفي عيله كامله. وبكده نكون عملنا بانيه الشركات في البيت، احلى واوفر بكتير من اللي بتشتريه جاهز من بره. بجد النتيجه تستاهل التجربه. لو عجبكم الفيديو يا ريت تقولوا لي مين فيكم جربت الوصفة دي قبل كده. لو أول مرة تشوفوني ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس، وتكتبوا لنا تعليق حلو كده زيكم، وتضغطوا على زر اللايك عشان يوصل لكم كل جديد.
من وصفاتنا الاقتصادية. أشوفكم الفيديو الجاي على خير وبالهنا والشفا. مع السلامة.